هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مستمعي إذاعة الوفاق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نرحب بكم ونقدم لكم بثا جديدا لهذا اليوم السبت 23 من فبراير للعام 2019، ونستهل برنامجنا لهذا اليوم بتعليق سياسي بعنوان خيانة ومؤامرات إسياس في المرحلة الجديدة، الجزء الأول. يلي ذلك حلقة جديدة من برنامج حوار الوفاق، والذي نستضيف فيه الأستاذ عبد الرحمن طه النور للحديث عن مستجدات الأوضاع في إريتريا وإثيوبيا، الجزء الأول. وأخيرا نقدم لكم الجزء الثاني من مقال بعنوان إريتريا إلى أين، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدين محمد صالح. متابعة طيبة نتمناها لكم مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. خيانة ومؤامرات أسياس في المرحلة الجديدة. إذا وجهت سؤالا عابرا لأي مواطن إريتري، كيف كانت كلمة الدكتاتور أسياس عندما ألقى خطابا أو كلمة للصحافة والتلفزيون في أي مناسبة من المناسبات، يكون الرد عادة وتلقائيا كان يخرف ويهلوس، وكلامه كان مبعثرا وغير متناسقا إلى آخره. ولكن الغريب في الأمر أن جميع خطبه وأجنداته تدرس وتمحص من قبل كوادر التنظيم. بمعنى آخر، جميع خطب أسياس تعتبر محاضرات سياسية وخارطة الطريق لما يحاك على الوطن إريتريا وشعبها. إليكم مثلا بعض الاقتباسات من أحاديثه السابقة منذ التسعينيات من القرن المنصرم. لا نسمح بإقامة أحزاب سياسية لأنها تؤدي إلى الدمار. ليس علي أي تعهد ملزم أو مقاولة لإنجازه تجاه الوطن. خلاص، دستور الدولة قد مات وانتهى وطويت صفحاته. مسألة الانتخابات ربما نجري ذلك بعد عقدين أو 3 عقود. كل من يطالب بإجراء انتخابات في إريتريا دعه ينطلق إلى كوكب المريخ. كل من يظن بعد الآن أن إريتريا وإثيوبيا دولتين منفصلتين فهذا إنسان أخرق ومتخلف عقليا. لقد أصبحنا بلد واحد وكيان واحد. مستمعي الكرام، أسرد إليكم مؤامرة أسياس على شعبنا ووطننا من وجهة نظري وفهمي، ومن منطلق حديثه الذي أجراه في 11 من يوليو 2018 في المهرجان الشبابي الثامن الذي أقيم بمعسكر ساوا. وكمدخل لهذا المقال وعلى كل من يتساءل كيف ظل نظام أسياس صامدا بالرغم من كل هذا الظلم والطغيان والقمع، أقول لهم إن هجدف ومقارنة بالتنظيمات والقوى الوطنية الأخرى في الساحة يملك أعلى القدرات الانضباطية والتسلسل التنظيمي من غيره في الساحة الإريترية. وحضور الجماهير في المهرجان آنف الذكر من مختلف الفئات الوطنية من داخل إريتريا ومندوب الجماهير الهجدفية من كافة المعمورة لخير دليل على انضباطية وتماسك ذلك الصرح المشيد من تنظيم هجدف. لذا على من يتساءل كيف ظل الموالون في مواقفهم مع النظام بالرغم مما يشاهدونه من مقايضة السيادة الوطنية والمؤامرات التي تنفذ ضد الوطن وشعبه، ذلك لأن كوادر الشعبية وأعضاء التنظيم قد تشبعوا بالأجندة السياسية باللغة التي يفهمونها، فهم يستميتون في الدفاع عن سياسة وأجندة النظام بغض النظر عن حقوق ومصالح الشعب الإريتري. وأنا لا أقول استحالة تغيير أفكارهم ومفاهيمهم، حيث إنهم أيضا أبناء الوطن ولديهم حس وطني مثل أي مواطن إريتري، إلا إنهم يحتاجون إلى أفكار وتنظيم بديلا عن تنظيم الذي نشأوا وترعرعوا فيه، ولا بد أن يكون البديل أكثر تماسكا وأوضح رؤية وأحدث برنامج لدفع البلد والشعب إلى بر الأمان. إن الدكتاتور أسياس يخاطب كوادره من مريدي ماني جبر آب مانكي المتواجدون في شتى بقاع الأرض وبلغة خطاب جديد تحت مسمى تحديات المرحلة القادمة، قائلا إن النظام الذي ظل مسيطرا في أثيوبيا ولا مخلفا وراءه ترسبات جمة ولا بد من إزالته. لا بد من تغيير نظام القوميات إلى نظام جديد، لذا لا بد من القضاء على المتنفذين في السياسة الإثيوبية
ويقصد بذلك الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي. كما تدركون جميعا ليس بالأمر السهل إزالة نظام كان مسيطرا على السياسة والاقتصاد ولمدة 27 عاما، ولكن يمكن الوصول لتلك الغاية أو قريبا منه بتضافر القيادتين في أثيوبيا وإريتريا. إننا نتحدث هنا عن إمكانية تغيير جذري لنظام بلد، وإذا كان سيتم ذلك بدون مشاركة الشعب الإثيوبي فيعني ذلك تنفيذه وتمريره كما فعل أسياس في إريتريا، أو ما وصفه أسياس بعبارة الغسيل السياسي. إنما نفذه أسياس في إريتريا وبموجبه استطاع السيطرة هو بالفعل الغسيل السياسي. ولإنجاح الغسيل السياسي في إثيوبيا لابد من استخدام القوة والقمع والجور عن طريق نظامهم الجديد هناك، وإن كان بأسلوب مختلف وكمية مختلفة عن ما استخدم في إريتريا. لذا على الشعوب الإثيوبية أن تفطن لذلك وتكون صامدة بالمرصاد قبل أن تدخل في مصيدة أسياس. وبالعودة إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، هواحت والضغوطات التي تواجه التنظيم وكوادره ومؤيديه، وإذا كان لابد من تغيير نظام القوميات بنظام بديل فهذا يعني انتهاء دور هواحت السياسي ودفعها إلى الهاوية وإلى الأبد. لا ندري كيف سيقضي على هواحت، فهذا سري في الوقت الحاضر، ولكن هناك عدة احتمالات، منها خلق انشقاق داخل التنظيم، وكذا بسيناريوهات مثل فتح وإغلاق الحدود بين آونة وأخرى، أو بطرق أخرى لا ندركها الآن. إلى اللقاء في الجزء الثاني من المقال في حلقة السبت القادم. تحياتي. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. مستمعي إذاعة الوفاق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة الوفاق أحييكم وأقدم إلى حضراتكم حلقة جديدة من برنامج حوار الوفاق. سعداء جدا أن نستضيف هذا اليوم الأستاذ عبد الرحمن طه النور، رئيس حزب النهضة الإريتري. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الرحمن، وأبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال عن الحدث الأبرز هذه الأيام في الساحتين الإريترية والأثيوبية، وهو يعني تدشين تمثال هيلة سلاسة، والذي جرى يعني تشييده أمام مقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. يعني قوبل هذا الأمر برفض واستهجان كبير من نشطاء إريتريين وإثيوبيين. يعني نتساءل هنا أستاذ عبد الرحمن، يعني برأيك ما هو المغزى من تشييد هذا التمثال في هذا التوقيت بالتحديد؟ يعني ما هي الرسالة التي تريد الحكومة الإثيوبية بقيادة أبي أحمد إيصالها من خلال هذا الأمر؟ أحييك أخي الحسن، وعبرك أحيي فريق العمل في إذاعة الوفاق، متمنيا دوام التقدم والتوفيق إن شاء الله. أشكرك وأشكر الفريق العامل في إتاحة هذه الفرصة للإطلال عبركم، وأحيي المستمعين الكرام جميعا. صحيح، موضوع نصب تمثال الهالك هيلة سلاسة موضوع يشغل الساحة بكل سلبياته وإيجابياته. فرغبة تنصيب التمثال يخلد ذكرى أو دور الهالك هيلة سلاسة قديمة داخل رغاة الاتحاد الأفريقي، وغالبا ما كان يتصدى لها
الرئيس الراحل مجلس زيناوي، حتى الدعوات التي صاحبت إعادة دفن مراسيم أو دفن الهالك بعد العثور على رفاته في مراسيم ملكية تصدى لها أيضا. وفي نفس الوقت كانت هناك دعاوى أخرى للأسف الشديد أيضا تم التصدي لها، وهي كانت دعوة من خاصة من الأوروما والمسلمين بإزالة الشاهد أو تمثال الهالك آتيا منالك في وسط الحي العريق بياسا في وسط العاصمة أديس. الشاهد أن هذا التصدي من رئيس الوزراء السابق كان يأتي نتيجة فهمه لحساسية الشروع أو تنفيذ مثل هذه المشروعات داخل النسيج الاجتماعي والقومي الذي كان يعاني من احتقانات كبيرة جدا. فحسابات ملا زيناوي كانت تختلف عن سلفه أبي أحمد. بالنسبة للتوقيت، التوقيت يمكن أن نتحدث عن التوقيت من خلال ثلاثة نقاط على ما أعتقد. ممكن نبدأ بالوضع الداخلي الإثيوبي نفسه. فكل من يتابع يجد أن أبي أحمد جاء نتيجة تغيير عبر ثورة شعبية انتهت بتغيير داخلي لم تكتمل أركانه بعد، وقد صاحب هذا التغيير الكثير من التوجهات الجديدة للائتلاف الحاكم نفسه. أيضا وجدنا تغيير في السياسات الخارجية للحكومة الإثيوبية، والكثير من هذه التغييرات قد يكون جيد بالنسبة للإثيوبيين وفي عموم القرن الأفريقي، والكثير منها مربك للأسف الشديد. من خلال الوضع الداخلي ممكن أقول مع التغيير اللي حصل إنه في التغييرات التي صاحبت التحالفات والتوازنات الجديدة تفرض على أبي أحمد أن يتخذ خطوات معينة في تحديد مستقبل هذه التحالفات والاصطفافات الداخلية في داخل الإهادك وداخل ساحة العمل السياسي أو النفوذ السياسي في إثيوبيا. أيضا كمحور ثاني يمكن نتناول وضع الاتحاد الأفريقي نفسه كمؤسسة، خاصة وأنه في الدورة السابقة كان يرأس الاتحاد الأفريقي رئيس الوزراء الرواندي بول كاجامي، وهو من القادة الإصلاحيين الجدد، وقد وفق كثيرا في الانتقال من رواندا دولة الإبادة الجماعية والتخلف إلى دولة يسودها السلام والأمن والإخاء. فأعتقد أن بول كاجامي يمثل نموذج يحتذى به، وخاصة أننا نجد أن رئيس الوزراء الإثيوبي رجل متطلع ويطرح نفسه في الساحة الإثيوبية والساحة الأفريقية كرجل مصلح ورجل يمتلك رؤى وأبعاد تخدم السلام والتعاون في الداخل الإثيوبي وأفريقيا على العموم. فممكن أن يجعل مدخل لإبراز الدور الإثيوبي حتى يجد الزخم التاريخي الإثيوبي كمعبر لتحقيق طموحاته وتثبيت نفسه كإنسان له مبادرات في الداخل الإثيوبي، ويمكن أن يتعداه ليكون له دور أكبر أيضا في الساحة الأفريقية كما كان
لسلفه ملس زيناوي صغر كبير جدا جدا داخل أروقة الاتحاد الأفريقي، واحترام عبر الدول والقيادات الأفريقية. بالنسبة لنا كإريتريين وهو المهم، هذه الخطوة في تكريم رمز من رموز البطش والدمار والاستعمار، وخاصة نحن الإريتريين قد علق في أذهاننا الكثير من الجرائم التي لا يمكن أن تمحي من ذاكرة الإريتريين عموما نتيجة ممارسات اللا إنسانية والرمعية، والتي عرفت بسياسات الأرض المحروقة. ارتكب خلالها الهالك هيلة سلاسي الكثير من جرائم الإبادة عبر ميليشيات الكوماندوس وغيرها. فالذاكرة الإريترية لا يمكن أن تتسامح مع الهالك هيلة سلاسي، وهو رجل مستعمر بمعنى الكلمة، عكس ما يروج له أو عكس ما يريد الإثيوبيين وبعض القيادات الأفارقة أن يكرموه كرجل له دور في تكوين أو في تأسيس الاتحاد الأفريقي، الوحدة الأفريقية سابقا في 63، وتثبيت أركان العمل الأفريقي أو بان أفريكان كما يسمونه. فالرجل هيلة سلاسي هو من أجهد مشروع الفيدرالية ومشروع الاستفتاء للاستقلال، وهو من كبد الشعب الإريتري معاناة حرب التحرير 30 عاما، خسر فيها الشعب الإريتري الكثير من أرواحه وشرد وقتل، ولا زال الذاكرة الإريترية تحاكم هيلة سلاسي كمجرم حرب يجب أن يقدم لمحكمة دولية حتى ولو غيابيا، أسوة بغيره من الطغاة والمجرمين في تاريخ البشرية. وكان يجب أو كنا نتوقع من الدولة الإثيوبية الحديثة أن تبادر باعتذار للشعب الإريتري نتيجة الغم والاستعمار الذي أسسها له الهالك هيلة سلاسي، ومضى على دربه الهالك أيضا منغستو هيلة مريم. الشاهد أن الموقف الشعب الإريتري هو موقف رافض تماما، ولا يمكن أن يجامل في هذا الرفض، وخاصة أن هذا التنصيب يأتي متزامن مع ذكرى موقعة فنقل، عملية فنقل وتدمير تمثال هذا الهالك بأيدي الثوار في مصوع أمام البحر الأحمر كأول خطوة في رافضة لهيلة سلاسي بشكل قاطع. أيضا تأتي هذه الخطوة في وقت بادر فيه رئيس الوزراء الإثيوبي بالسلام وإنهاء حالة الحرب واللاسل التي استمرت لعقدين من الزمان، وأيضا نتج عنها نتائج كارثية يعاني منها الشعب الإريتري معاناة غير محدودة. أيضا نجد أن هذه الخطوة هي غير الاستفزاز الذي تظهره، لا تضع اعتبار أو احترام لخطوة السلام أو التقارب الذي يبني عليه مشروع في كونفدرالية القرن الأفريقي أو مشروع التكامل أو أيا كان من نوع المشاريع التي تنبني على مثل هكذا السلام. فمع كل الملاحظات وكل الاستفزازات التي تابعناها، خاصة التي صدرت من سياس والتي لا تراعي احترام السيادة
وفيها الكثير من الدراما المضحكة والمحزنة. نرى أن رئيس الوزراء الإثيوبي قد تعدى على موضوع السيادة في كثير من المحطات واللقاءات في الفترة القليلة السابقة. لا أريد أن أعيدها لأننا كلنا تابعنا. فتنصيب تمثال أو رمزية الهالي هايلة سلاسي في باحة الاتحاد الأفريقي يأتي كتتويج لمرحلة جديدة فيها رسائل مبطنة للإريتريين وعموم الشعب الإثيوبي أن مرحلة جديدة قد بدأت. فمطلوب مننا أن نتعامل عبر سياسة هذه الصدمات حتى نستوعب المراحل الأخرى التي لم تعلن من الاتفاق المشؤوم نتيجة السلام المعلن بين أبي أحمد وإسياس أفورغي. فيفرض علينا واقع جديد يجب أن نستعد له بشكل أكبر ونفهم مدلولات هذا السلوك بشكل أكبر وواعي. شكرا. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري. مستمعي الأفاضل، إريتريا إلى أين؟ تساؤلات في استشراف المستقبل. في موجة من التخمينات والتحليلات والتكهنات يستبعد بعضهم أن يغدر إسياس أفورقي بمسيرة 30 عاما من النضال الوطني. شارك هو في الحشد لها وشاهد معاركها الطاحنة وضحاياها الأكثرين يتساقطون بين يديه وأمام عينيه قتلى وجرحى في دفاعات ساحل العنيدة. ومحال أن يدفن تحت قدميه أحلام أجيال تعاقبت منذ الأربعينيات من عمر وجود الكيان الإريتري، ويمضي بالجمل وما حمل مهرولا إلى إثيوبيا. السطحيون الساذجون الذين لا يفقهون ألاعيب السياسة والمشي في دهاليزها الملتوية هم وحدهم من يظن في أساس الغدر والخيانة ويشككون في مساعيه الوطنية. بينما إسياس أكبر وأجل من أن ينحط في هذا التفكير السافل، وأعظم من أن يشوه تاريخه النضالي الناصع بتمكين إثيوبيا من رقبة إريتريا الدولة الحرة المستقلة. هذا وهم يعيشه المرضى. إنه الزعيم الوطني الذي يعرف من أين يؤكل الكتف، خطواته محسوبة ونتائجها الإيجابية سلفا محسومة. إنها أمينة وفية وصادقة تسير كما خطط لها، وستؤتي أكلها حتما بعد حين، مهما بدت في أعين السطحيين غدرا وخيانة. وساعتها سيعلم الخونة من هو الخائن الغدار. إنه السلام جاء إلى أفورقي يجر ذيله، فلم لا يحييه بأحسن مما حياه به ويرحب له أوسع ترحيب، ما دام في ذلك مصلحة الوطن والمواطن. فرب خطوة إلى الأمام تأتي من خطوتين إلى الخلف. إن إسياس
ينظر أبعد من أنربة أنفه وأطول مما تنظر إليه أعين هؤلاء الأفاكين المتشككين. فلماذا هذه الضجة الكبرى؟ لماذا؟ إنه يهاجم حين يقتضي الأمر الهجوم، وينسحب حين يتطلب الانسحاب، وفق استراتيجية محكمة في إطار السيادة الوطنية والمتغيرات التكتيكية. هكذا تكلم محبو إسياس أفورقي ومناصروه. غير أن آخرين على خلاف أولئك تسربت إلى نفوسهم الظنون والشكوك حسب ما قال بعضهم، وما عادوا ينظرون إلى إسياس هذه النظرة البريئة الواثقة، حتى أن منهم من قال: ما كنت أهتم وأصدق بما كنت أسمعه من الطعون في ولاء إسياس أفورقي للقضية الإريترية، ومن أنه مجرد عميل للموساد أو CIA ظل على صلة قوية مع القاعدة الأمريكية في أسمرا كانيو ستيشن، ومعها نسق في اختراق الثورة الإريترية ليدمرها من الداخل، لاعبا على أرضية تناقضاتها المتنوعة، وليبني على أنقاضها مجده الشخصي وطموحاته الكبرى على مستوى إريتريا وإثيوبيا معا. فهو كما يقول عنه متهموه ليس مناضلا حقيقيا يؤمن بقضية الشعب الإريتري، ولكنه ذئب مخادع وثعلب ماكر ومناضل مزيف، لبس لبوس النضال ليموه على الحملان الوديعة حقيقته، مارس معها النفاق حتى ضللها ليفتك بها أخيرا ويفترسها. لقد استعادت ذاكرتي مثل هذه الهواجس التي ظللت أسمعها من قبل، وأنا أرى هذا المشهد من العلاقات الإريترية الإثيوبية الحميمة، وبدأت أشك فعلا في كل ما حولي، وشرعت أسأل كغيري: إريتريا إلى أين؟ على نحو من هذا تكلم البروفيسور برخت هبت سلاسي وساق احتجاجه على سلام إسياس مع أبي أحمد، وقد كان من قبل ينادي نفسه بإرساء السلام بين إريتريا وإثيوبيا، ويتمنى أن لو عاد البلدان إلى وحدة تجمعهما على شكل من الأشكال. فلماذا هذا التغير وهذا الانقلاب من البروف؟ ربما تساءل المتسائلون. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري.